حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لحد الفيديو ده. بس الفيديو ده فيه حاجات حلوه قوي يا جماعه، تنبسطوا قوي قوي قوي. بصوا، عايزاكم تحطوا لايكات كتير للفيديو، واللي ما اشتركتش في القناه يلا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ويوصلك فيديوهاتي اول باول. بص بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين طبعا احنا في الشتاء ومتكتكين ومسقعانين، فقلت كده اطلع ايه، عايزه اقعد كده في الشموسه. ما لقيتش شموسه، قلت برضه هفرش الحصيره واقعد الم الغسيل بتاعي. طبعا احمد ابن حبيبي بيساعدني وبيلم الغسيل معايا، لميتهم كلهم كده على الحصيره. طبعا يا جماعه ست مصريه بسيطه، ابسط من البساطه كده زي ما بيقولوا، مصريه ابا عن جد. طبعا بقى طالعه بقى كده على السطوح بتاعي، وعامله احبال وعامله مناشر كده. مش لازم بقى يعني يبقى عندي بلكونه، يعني مش نمشي نفسنا، يعني مش لازم نروح لجيراننا ونقول لهم ننشر عندكم. طبعا أنا ست بسيطه وبيتي بسيط، وما عنديش بلكونه، فعملت احبال كده في ما بين الحيطان، وقعدت انشر عليها بقى، ماشي نفسي يعني على قد لحافك مد رجلي زي ما بنقول كده عندنا بالمصري. تمام. طبعا كنت طالعه بغسيل، انا بشيل غسيل بيبات طبعا على الحبل على ما بينشف، وابتدي المه وابتدي انشر غسيل تاني يكون اتكوم عندي، اغسله وايه وانشره. قعدت بقى انا واحمد دلوقتي كده نقول يعني الجو دفع عن تحت، تحت كده عمالين سنانا بتخبط بعضها ومتكتكين انا واحمد وسقعانين جدا. مهما نتقل في اللبس بحس ان في يعني في اكن هوا بيطير في وشنا متلج، لدرجه يعني مش مستحملين السقعه دي خالص. تمام. قلت له تعالى يا احمد كده نقعد فوق، يمكن الشمس تضرب فينا تدفينا ولا حاجه. قعدنا بقى انا واحمد نطبق الغسيل زي ما انتم شايفين كده، وهو عمال بيساعدني، بيحاول يساعدنا عشان نخلص بسرعه. طبعا احمد حبيبي ما تحرمش منك يا احمد. واحمد بيقول لكم حطوا لايكات كتير للفيديو، واللي ما اشتركتش في القناه يلا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك فيديوهات حلوه قوي، وهيوصلك روتينات تفيدك وتفيد بيتك، وحاجات هتنفعك حلوه قوي. تمام. دلوقتي بقى بطبق الغسيل زي انا واحمد قربنا نخلص. احمد طبعا عمال يتحداني ويقول لي انا سابقك يا ماما وهطبق احسن منك. انا اقول له لا، مش هتعرف تطبق احسن مني طبعا. ففعلا قاعد يطبق ويحاول اللي هو يساعدني ويحاول اللي هو يقلدني. طبعا احمد ولد مش بنوته، انا اساسا مش بخليه يساعدني في اي حاجه، بس هو بقى من كتر ما شايفني طول النهار اطبخ واكنس وامسح، الواد هيبقى خبره الواد هيطلع لي مش عارفه ليه. طبعا كل بنوته شايفه احمد يا ريتك تعليم من مامتك او تعليم مني، تقوم تساعدي مامتك وتقومي تعملي حاجه بيتك. ولو انت بنوته مكسله كده ما بتساعديش مامتك، يلا قومي تشجعي وتنشطي زي احمد كده بيساعدني اهوت وبيلم الغسيل، بيعين الغسيل عليا. طبعا رحت وديت الغسيل تحت، وجبنا بقى القصب، وما ادراك ما القصب، قصب مصري قصب صعيدي زي ما تسموه. جبنا بقى صينيه وحطيناها كده، وقعدت انا واحمد اكسر له بقى العيدان، طبعا هنادي لاخواته ونقعد ناكل كلنا. طبعا احمد فرحان قوي بالقعده والغسيل اللي عمال يهفف والسقعه والحاجات دي كلها، قاعد جنبه فرحان وعمال يقول لي اكسر العيدان القصب. طبعا عمال اكسرهم دلوقتي يعني على ركبتي، بناخد العود كده ونروح كسرينه على ركبتنا، نعمله ايه عقلتين ثلاثه زي ما بنقول عندنا، ونحطه على الصينيه ونبتدي كل واحد بقى ايه ياخد الحته اللي نفسه فيها ياكلها. طبعا احمد فرحان جدا وهو قاعد بقى فوق في الهوا. طبعا ما بنطلعش فوق الا قليل خالص في السقعه دي عشان الجو سقعه جدا يا جماعه عندنا في الشتاء. بص اما مسك القصب وقعد ايه عاملها كأن احنا في فرح اهوت، وقعد يرقص وفرحان جدا جدا. ربنا يفرحك يا احمد ويفرحنا كلنا جميعا يا رب العالمين، ويجعل ايامنا كلها فرح يا حبيبي وسعاده كده وهنا. طبعا قعدت بقى اضحك معاه وعمالين نضحك، وولادي بقى بعد المقطع ده هيطلعوا كلهم معانا ونقعد ناكل. بقول لكم حطوا لايكات كتير، نقعد بقى ناكل كلنا مع بعض كده، وبتبقى لمه وبتبقى حاجه حلوه وفرحه كده. خلصنا القصب اهوت، ابتدي كده اشيله بقى وانزل بقى ايه البتاع اللي احنا مصينه ده اسمه ايه، اكتبوا لي في الكومنتات مص القصب. خدته بقى وديته بره، وجبت المقشه كده كنست الحصيره وبدات المها عشان ننزل بقى تحت بقى ونشوف اللي ورانا ايه. طبعا الحصيره وقعت مني، فانا طبعا يعني مش عارفه اوطي قدام الكاميرا اجيبها، وقلت اكنس بقى الحته اللي فيها ايه شويه عفش كده زي ما انتوا بتقولوا. عفش صح؟ عفش. تمام تقريبا انا صح وانتوا اللي غلط دلوقتي كنست بقى العفش وخدت الحصيره اهوت اشيلها على راسي وانزل بيها لاولادي، وكده الفيديو خلص.